السلام عليكم. احنا النهارده هنتكلم في موضوع في الفترة اللي فاتت شغل الرأي العام المصري، ألا وهو فيلم الملحد. بصوا، الإلحاد هو إيه الشخص الملحد اللي ما بيؤمنش بأي دين، يعني سهلة جدا. يعني اللي بيلحد ما بيقول لك ما فيش ربنا، ما فيش أي حاجة، ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش بعث من جديد، ما فيش أي حاجة. هو ده الملحد. طب إيه أسباب الإلحاد؟ هو بيبقى حاجتين. يعني حتى لو أنت بصيت على الملحدين عندهم حاجتين. رقم واحد، اللي هو ممكن يكون عالم كبير جدا فوصل من كتر علمه ان هو ينفع الانسانيه وما فيش ربنا. والنوع التاني اللي هو النوع الانهزامي، اللي هو دايما عنده مشاكل وعنده فقر جدا وحاجات مش عارف يحلها، ففي الاخر بيقول ان يعني بيبتدي هو يشكك بنفسه. او مثلا يحصل كوارث طبيعيه فانت تقول فين ربنا. فدي من الاسباب بتاعت الالحاد. طيب، طبعا هو ربنا موجود، بس وربنا قال حاجات مهمه جدا في القران الكريم. انا مش بتاع دين بس اقول لكم اللي انا عارفه. احنا قلنا بنتكلم عام. اخرقناكم افلا تفتنون فليمحص الله الخبيث من الطيب. لازم تحصل حاجات عشان يبان كويس من الوحش. اللي ايمانه ضعيف واللي هو ضعيف جدا هيلجأ لسلوك تاني، واللي ايمانه قوي وعارف ان كل ما ينزل من الله سبحانه وتعالى ده بيبقى ابتلاء. والابتلاء احنا قلنا قبل كده، الابتلاء غير البلاء. البلاء دي حاجة وحشة، لكن الابتلاء اللي ربنا بيعمله للعبد بيبقى ليه كذا سبب. يا اما ربنا شايفك ان انت كويس بس ما بتعملش عبادات كتير، بس ربنا كاتب لك في الجنة مستوى عالي، فيبتدي ربنا يرفعك عن طريق الابتلاء. او ذنوبك كتير فربنا يغفر لك. بالنسبة لفيلم الملحد، هو في جاز كده هو بيتكلم عن اب ملتحي وابن. الابن ده بيفكر في الموضوع ده وبتحصل بينهم مشاكل. هو بس المشكلة ان احنا بنعالج الامور غلط. يعني ما ينفعش دي، ما فيهاش. يعني طلع مثلا ابراهيم عيسى يقول لك خلوا في نقاش ايه يا عم الحاج؟ ايه النقاش ده؟ يعني نقاش بين الحاد وبين دين ربنا سبحانه وتعالى خلقه. نقاش ايه يعني؟ ايه النقاش؟ هتناقش في دين تقول ان ما فيش دين؟ لا، انت واحد بتتبنى فكر معين، خلاص تبناه، بس احنا عارفين ان انت غلطان. اهم حاجه ان مش بعد كده ان احنا نعرض الحاجات دي مش صح. احنا في ظروف المفروض نعمل افلام تساعدنا ان احنا نتطور او يحصل لنا تنميه. زي ممكن شيخ بيتكلم في الوضوء لحد دلوقتي وسايب غزه مثلا. طب ليه ما بتتكلمش في غزه؟ ايه اللي منعك ان انت تتكلم اللي بيحصل فيها؟ في ناس كتير بيبقى عايزه تعرف دينها من الشيوخ اللي هم عندهم العلم يعني. لا، الكلام طبعا في الوضوء مهم، بس احنا بنقول فيه اولويات. ساعات بيبقى بيجري وراه الانسان يعني. هو بس انا ليا ملحوظه، ليه دايما في الافلام سواء اللي بيكتبها ابراهيم عيسى او غيره، ليه دايما احنا بنطلع المسلم ابو دقن دايما شراني؟ ليه مش كويس؟ واللي لابسه نقاب يا ماشيه غلط يا حراميه ليه؟ او الخمار. الناس ليه دايما بتطلع الناس اللي المفروض هم شكلهم رمز؟ ما هو في ناس كتير كويسه. طب ما المسيحيين بيربوا دقنهم، ليه ما عملتوش فيلم عن المسيحيين؟ القسيسين بيربوا دقنهم، ليه ما عملتوش فيلم عن القسيسين؟ برضه اليهود بيربوا دقنهم، ليه ما عملتوش فيلم عنهم؟ ولا هو دايما الاسلام اللي لازم نضرب فيه؟ يعني والغريب ان اللي بيمثل واللي بيعمل الحاجات دي مسلم، وفي الاخر يقول لك اصل انا عشان ابقى عالمي، او انا عشان كذا او عشان كذا، او بيعمل انت المفروض الحاجات دي تترفض من اولها. يعني احنا والله ده الموضوع ده على فكره محتاج نقاش رهيب. يعني حكايه انتوا بتتهموا تركي الشيخ، ما انا ولا لي علاقه بيه ولا حاجه، ولا هو حلو ولا وحش، ده لنفسه او لدولته، انا ماليش دعوه. انا كيف حاجه تانية بتتهموه ان هو بيعمل عن واحد بينصب. طب انصب ولا الحد؟ ما هو يعني
وبعدين احنا عيال ما عملنا افلام مطلعين فيها نفسنا وحشين. احنا برضو يعني احنا زي ما يكون عندنا شيزوفرينيا، انفصام في الشخصيه، الطيب والخبيث واللئيم، هو يعني كذا شخصيه مش شخصيتين. ياما اتعمل حاجات كتير يعني ما ينفعش يا جماعه نقعد نضرب في ديننا. ما نبقاش زي الناس يعني. اتفرج على الافلام الهندي تلاقي معظم الافلام الهندي مطلعين المسلمين ارهابيين. ده مش منطق. ما هو انت ممكن تجيب واحد النهارده وتقول له اعمل كذا عشان الفلوس ويعمل. حته بقى ايه دين واحنا ملناش دعوه. او احنا بنحاول نخلق، كنا زمان بنخلق حته المسيحي والمسلم، عارفين والله الموضوع اللي انا بتكلم فيه جامد جدا. بنخلق يعني لما ترجعوا لزمان، انا عندي 50 سنه يعني، لما ترجعوا لزمان تبص تلاقي ايه، لو واحد مسيحي اتخانق مع واحد مسلم فتنه طائفيه وهم مصريين. طب يا عم 2 مصريين اتخانقوا مع بعض، دي مالها بالفتنه الطائفيه؟ وليه يبقى فيها مشاكل؟ وليه والحمد لله احنا بقالنا فتره ما فيش الكلام ده. ما فيش حاجه اسمها كده. انا واحد مصري اتخانق مع واحد مصري، ايه المشكله يعني؟ ما فيش اي مشكله. واحد مثلا يعني احنا بنقول عشان ننبه الناس من الحاجات اللي دايما بنقع فيها. يعني الملحد ده ما بيؤمنش باي شيء، ولا بيؤمن بأديان، ولا بيؤمن ولا عنده إيمان بالجنة والنار والقبر وأي شيء، وعليه بيترتب أي شيء بيقوله الدين. بنرجع نعيد في آخر دقيقة ليه الإنسان بيتجه للإلحاد. هما حاجتين: يا نفس ضعيفة عندها مشاكل كتير ومش عارفة تتصرف وبيشوف كوارث بتحصل من حواليه فبيقول لك فين ربنا، او عالم كبير ممكن دماغه تطير فيعمل. والاتنين غلط. هو ربنا خلقنا يا جماعه، خلق الغنى وخلق الفقر. خلق الغني عشان يختبره في غناه، وخلق الفقر عشان يختبره في فقره، وخلق اللي بيحصل من قديم الازل، من قديم الازل. وبعدين عايز ترد على ملحد؟ يعني الكره دي مين شايلها يعني الكره الارضيه انت مين اللي خلقك؟ ايه اللي جواك يعني؟ هو انت جيت كده؟ لا، في خالق والله كريم. مع السلامه.